نادي الزمالك يسقط أمام سيراميكا ويغادر كأس مصر من دور ال16 بصاروخية أحمد بالحاج. غادر نادي الزمالك كأس مصر بشكل رسمي من الدور ال16 بعد سقوطه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف. أحرز الأهداف في الدقيقة 18. جاستس أرثر في الزحمة بيستطيع إنه يحرز الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع محمد إسماعيل بيخطف الكورة من محمد بسام اللي أنا شايفه حارس مرمى قوي جدا، لكن في مباريات الزمالك بيعمل خروجات ما بتحصلش الا في مباريات الزمالك. في الدقيقه 60 الحكم الدولي محمود بسيوني بيحسب ركله جزاء فيها كلام لسيراميكا كليوباترا، وبيتقدم صديق أجولة عشان يشوطها بكل قوة، لكن كان للعارضة رأي آخر. أما في الدقيقة 70 المغربي أحمد بالحج صديقي الأمس ومنافس اليوم، لأن في معلومة ممكن ما تكونش تعرفها، إن أحمد بالحج ده كان لاعب لنادي الزمالك في يوم من الأيام ومشي لأسباب فنية، تقريبا اتقال إنه ما ينفعش. بيعمل هدف من أروع أهداف كأس مصر، صاروخية من بره ال 18 على شمال المهدي سليمان، والمهدي سليمان ما عرفش يعمل لها حاجة عشان تنتهي المباراة بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وخروج رسمي لنادي الزمالك. بكده بقى انا قلت لك اهم تفاصيل المباراة، لكن عندي كام تفصيلة وكام مشهد عايز اتكلم فيهم واحدة واحدة وهذكرهم لك بالتفصيل. المشهد الاول تظلم الزمالك من حكم اليوم محمود البسيوني بعد احتسابه ركلة جزاء اللي لسه قايل لك فيها كلام، واللي من سخرية القدر ان ده نفس الحكم اللي النادي الاهلي رفض يلعب في وجوده القمة بتاعت السنة اللي فاتت، اللي ساعتها نادي الزمالك نفسه اكتر نادي بيشتكي من ظلم التحكيم ايد التحكيم المصري وقال لك ندي فرصة للتحكيم المصري، واللي هو نفسه برضه نفس النادي اللي بيشتكي النهارده من نفس الحكم محمود البسيوني. كل اللي اتكلم بيقول ان الحكم ظلمهم وانه سبب رئيسي في هزيمة الزمالك امام سيراميكا بعد احتسابه لركلة الجزاء، مع العلم ان اصلا ركلة الجزاء ما جاتش وجت في العارضة وما غيرتش اي حاجة في مجريات المباراة. لكن نفس اللي بيتكلم بيقول لك ان احتساب حكم اليوم لركله جزاء بالشكل ده وتر لعيبه الزمالك، وهو كان السبب الرئيسي في هزيمه الزمالك النهارده. سبحان الله يا اخي على الزمن لما بيدور. من وجهه نظرك هل فعلا حكم اليوم ظلم الزمالك؟ اكتبوا لي في التعليقات. المشهد التاني اللي عايز اتكلم عنه اللقطه بتاعت حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد، لان في ناس اخذت الفيديو واخترعت عليه قصص وحواديت وحوار دار بين الاتنين. هل بقى هنلاقي حد من نادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك يطلع يقول لنا عايزين نعرف ايه اللي دار بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد؟ هل هنلاقي كابتن من كباتن الزمالك طالع يقول لازم نعرف ايه اللي دار بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وايه اللي حصل والتفاصيل ايه، زي ما حصل في قصة امام عاشور اللي قعدنا فترة من الزمن اعلام نادي الزمالك وناس من نادي الزمالك بتطلع تقول لك ايه اللي حصل في قصة امام عاشور والاهلي عمل ايه مع امام عاشور؟ هل حد من الناس دي هيطلع يقول لنا ايه اللي حصل في قصة حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد النهارده، ولا هيتطرمخ عليها كالعادة؟ اتخيل معايا كده المشهد ده لو في النادي الاهلي كان ممكن يحصل ايه. لحد دلوقتي مفيش معلومة رسمية، اتمنى اللي عنده معلومة رسمية يفيدنا ايه اللي حصل ما بين الاتنين. المشهد الاخير جملة اتقالت هلكت كل الاهلاويه من الضحك، ان الزمالك خرج من الكاس عمد عشان يتفرغ للكونفدراليه، وان اللي حصل معاه ده من الاجهاد الشديد عشان المباريات اللي ورا بعض. هو مش ده التأجيل اللي انت كنت بتناشد ان هو يتلغي؟ ولما اتلغى دلوقتي انت اكتر واحد بتشتكي منه. دلوقتي بقت الشماعة الجديدة انك عايز تتفرغ للكونفدرالية عشان تلاعب الفريق ده، وان اللي حصل لك ده اجهاد. ده الله يكون في عون الاهلي يا اخي. قول لي امتى انت لعبت كل 48 ساعة مباراة اثناء ما انت بتلعب اعلى بطولة في القارة دوري ابطال افريقيا؟ قول لي امتى انت رحت كاس العالم تلعب من غير كل الدوليين بتوعك؟ ما حصلش ولا هيحصل. هو كده طول عمر العدل في نظر الزملكاوية انه يطبق على كل الفرق الا نادي الزمالك. يقعد يغني على قصة المؤجلات، ولما ما يتأجلش لأي فريق فعلا يقول لك انا اللي حصل لي دوت عشان ما بيتأجليش والفريق مرهق. يقعد يغني على قصة التحكيم، واما يتقال له خلاص بلاش تحكيم مصري ونجيب تحكيم اجنبي يقول لك لا ندي الفرصة للتحكيم المصري. واما التحكيم المصري يظلمه من وجهة نظره فعلا يرجع يقول لك انا مظلوم من التحكيم، ولولا التحكيم ما كانش ده بقى حالي. هي دي حياته، عبارة عن شماعات في شماعات على حسب الموقف ومصلحته فين. لكن اللي عايز اقوله لسه عند الزمالك فرصة انه يثبت العكس، في حال قدر ياخد بطولة الكونفدرالية من الوداد ده ينعرف.